السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وقبل ما نبدأ الفيديو كالعادة ندعي لاخواتنا ان ربنا يصبرهم ويرحم شهدائهم ويداوي جرحاهم انه ولي ذلك والقادر عليه. تصريحات كولر في المؤتمر الصحفي بتأكد صعوبة المباراة رغم اننا على ارضنا ووسط جماهيرنا. كولر قال في المؤتمر الصحفي نحتاج جمهور النادي الاهلي غدا، ولازم يشعر الفريق الخصم انه بيلعب خارج ملعبه وامام جمهور قوي جدا. وقال انه بيتعامل مع المباريات بطريقة مختلفة ومفيش اي فرق بين النهائيات والمباريات العادية، وان هنا في الاهلي التعامل مع كل المباريات بجدية وبحذر شديد. كولر قال كمان ان المباريات امام الجماهير بتكون مختلفة تماما. وعن غياب علي معلول لإصابته بقطع جزئي في وتر إكيليس، قال بالنسبة لإصابة علي معلول بالتأكيد في حد هيعوضه وهيظهر بشكل جيد بإذن الله، وبندعم أي لاعب هيكون في نفس المركز وسيجد دعما كاملا من كل زملائه. كولر يا جماعة قال كلام مهم جدا ومنطقي وبيحفز به اللعيبة، وفي نفس الوقت بيقول لهم ان المباراة هتكون صعبة جدا. وفيه نقطة مهمة جدا اتكلم فيها كولر. النقطة دي هي تتويج الاهلي بلقب الموسم اللي فات على حساب الوداد بعد التعادل 1-1 في المغرب، كلنا فاكرين. وهل هو خايف من تكرار النتيجة دي في القاهرة وخسارة اللقب ولا ايه؟ كولر قال احاول في كل مباراة الفوز، وفكري دايما بيكون هجومي. انا بحاول اختصر معاكم الكلام، الحوار كان طويل جدا. وطبعا من اهم النقاط اللي اتكلم فيها هو ان الحمد لله مفيش مشاكل في الفريق، وكل اللعيبه عارفين ومقدرين اهميه المباراه وصعوبتها. انما يا جماعه اجمل حاجه في المؤتمر ده كان هو نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الحارس واللاعب الوافي جدا محمد الشناوي. واسمعوا قال ايه. في اكثر من صحيفه مصريه تم توجيهات من الكوتش كولر كونه ما يحبش اثاره مشاكل، حتى مكتوب في الصحافه المصريه اثاره مشاكل عند القيام بتغييرات او اخراج لاعبين. حابين نفهم حضرتك ما فهمناش الموضوع بالضبط. شكرا. ما هي دي الصحف المصريه هي اللي بتعمل مشاكل، مفيش مشاكل في الفرقه ومفيش اي حاجه خالص. لا بتعملوا مشاكل جدا، بتعملوا مشاكل كتير قوي والله. لا انتوا والله بتعملوا مشاكل والله يا جماعه فعلا اجيال بتسلم اجيال في الاهلي، والشناوي قائد بمعنى الكلمه، عنده ثبات انفعالي وهدوء غير طبيعي وفن الرد على الصحفي. يعني حاجه ما شاء الله تخلي اللعيبه تنزل تاكل النجيله في عرف الكوره من كتر الثقه اللي بيزرعها فيهم محمد الشناوي قائد الفريق. والشناوي هنا ما كدبش برضه لما قال ان الاعلام المصري فعلا بيخلق مشاكل، وهو وصل الكلام ده بطريقة لطيفة جدا، لكن هي دي الحقيقة. هو خدها بضحك مع الصحفي، ولكن هو وصل لهم المعلومة بمنتهى الصراحة. نروح لقائمة الاهلي اللي اختارها كولر واللعيبة اللي استبعدهم من القائمة. هبدأ معاكم بالمستبعدين من القائمة. طبعا غياب علي معلول للإصابة في وتر إكيليس، وطبعا أجر الجراحة. حمزة علاء وكريم ندفد وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية. كمان بيغيب عمرو السولية ومحمد الضوي كريستو لعدم الجاهزية الفنية، وعمر كمال عبد الواحد والزنفولي لعدم القيد في القائمة الإفريقية، وطبعا كلنا عارفين الكلام ده. أما القائمة اللي اختارها كولر للمشاركة في المباراة وإن شاء الله كلهم يكونوا موفقين بإذن الله. في حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف. أما في خط الدفاع فهو محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة. اما في خط الوسط هيكون مروان عطية واكرم توفيق واحمد عبد القادر واليو ديانج وامام عاشور ومحمد مجدي قفشه وكريم فؤاد واحمد نبيل كوكا. اما في الهجوم هيكون رضا سليم وحسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ووسام ابو علي النجم الفلسطيني وانطوني موديست. الخلاصه اللي انا عايز اقولها لجماهير النادي الاهلي ان المباراه صعبه بجد مش كلام. فاكرين كلنا الموسم اللي فات لما خدنا اللقب من الوداد وكان في المغرب؟ انا واحد من الناس بعد هدف التعادل اللي اتسجل في الاهلي هنا في القاهره فقدت الامل، لان فرق شمال افريقيا يا جماعه على ارضها صعبه جدا في تضييع الوقت، فطبيعي اني اكون قلقان. لكن النادي الاهلي بهدف عبد المنعم وبصناعه علي معلول خلصها هناك، بس وقتها كان فيه علي معلول، انما دلوقتي للاسف علي معلول اتصاب وان شاء الله يرجع بالسلامه. واثق في النادي الاهلي، واثق لاخر ثانيه، حتى لو خسرنا هناك في رادس، لو كنا يعني خسرنا هناك في رادس
بطبيعتي لازم اقلق كمشجع للاهلي، واتمنى فرحه كبيره في وسط 50,000 متفرج، وان شاء الله البطوله ال 12 تكون اهلاويه. كل التوفيق لاعظم نادي في الكون، ومعاك يا كولر كل النجوم والقايمه شبه متكامله، وعاوزين البطوله باذن الله. وعاوز اسمع توقعاتكم لنتيجه المباراه، وانا توقعي ان شاء الله فوز النادي الاهلي 2-1، ولو اني قلقان من المباراه دي بجد. وما تنساش بقى تدعي لاخواتنا ان ربنا يصبرهم ويرحم شهدائهم ويشفي جرحاهم، انه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم امين. واتمنى تعمل لايك يا صديقي وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، واقدر استمر معاكم ان شاء الله. والسلام عليكم.